السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض طريقة تركيب الحلق ده بكل سهولة للمبتدئين. فلو أنت عايز تركب الحلق ده، كل اللي عليك أنت تتابع الفيديو معايا للآخر يا كبير. وما تنساش طبعا لو أنت أول مرة ليك على القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. وكمان لايك جميل عشان خاطر الكل يستفاد زي ما أنت استفدت. ويلا نشوف هنركب الحلق ده مع بعضينا إزاي. هنبدأ في الأول نظهر السقف كده الأول عشان خاطر نحط التخانة بتاعتنا. طبعا التخانة ممكن طوبة أو تخانة رخام أو أيا كان خشب. فأنت لازم تظهر السقف بتاعك. وبعد ما نظهر السقف هنبدأ نكسر الكنات في الأول. أو دي التخانة اللي احنا اتفقنا عليها. بعد ما ظهرنا السقف هنبدأ نحط التخانة بتاعتنا. طبعا التخانة بتاعتي أنا جت معايا طوبة. في ممكن حلق يجي معايا خشب مسلح أو حتة رخامة او ايا كان. لازم نظهر السقف بتاعنا عشان التخانه بتاعتنا ما تبقاش ملجلجه تحتيها، تبقى مظبوطه ونعرف نحط عليها الحلق. ودلوقتي جبنا الحلقه ونبدا نثبت الحلق بتاعنا. طبعا احنا كسرنا كنات. في شغل ممكن يشتغل بفليشر، وفي شغل ممكن يشتغل بفوم. بس الحلق اللي معانا زي ما انتم شايفين كده فيه فراغات كتيره، فالافضل ليه ان هو كنات اللي تمسكه افضل بكتير. وزي ما انتم شايفين كده مفيش عتبه فوق كده. اي حلق بيركب يبقى له عتبه، بس للاسف الحلق ده ملوش عتبه، فهيتعبنا شويه. طب هو لو ملوش عتبه وصادفتك الموضوع ده، انت هتاخد هتشتغل ازاي؟ هتاخد كده اسفلين في كل راس. من الناحيه الاولانيه اللي انا خدت اللي في الاول دي خدت فيها اسفيل. وجيت من الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده ببدا اخد اسافيل عشان المهم على بعضيهم ويبدا يمسك معايا. طبعا لو في عتبه عندك هتشحط الاسفيل كده من فوق وهيمسك معاك 10 على 10. طبعا انا ما عنديش عتبه، فبدات خدت تخانه كده طوبه دبل وبدات ركبت الاسفيل بتاعي عشان يمسك معايا اكتر واكتر. في الاول بتاخد جنب واحد بس كده، وبعد كده تاخد شرب كده من السقف زي ما انتم شايفين. الشرب ده اللي هتشتغل عليه كل الحلوجه بتاع الشقه عشان الخاطر لما تيجي تركب الباب بتاعك الباب يبقى الطول واحد. وبعد ما خدنا الجايم الاولاني الشرب، هنبدا دلوقتي بالميزان نظبط الراس بتاعتنا اللي فوق بالميزان كده زي ما انتم شايفين اهو. عايز من مكان كده من الجايم ده نبدا نعلي. فزي ما قلت لحضراتكم الاول هتبدا تظبط جايم واحد، والجايم التاني تبدا تظبط. عايز يرتفع شويه تعلى بيه وتشوف الراس بتاعتك لحد ما الراس تبقى مظبوطه. الجايم الاول زي ما اتفقنا بناخد عليه شرب، وبعد كده الجايم التاني بنبدا نظبطه على الميزان. وبعد ما ظبطنا الجايم التاني على الميزان هنبدا دلوقتي نشحطه بالاسافيل زي ما اتفقنا اهو. الموضوع سهل جدا زي ما انت شايف كده. فانت كل اللي عليك انت تاخد بالك معايا في كل تفصيل عشان تعرف تركب الباب ده بنفسك. انا دلوقتي ببدأ اوزن الجايم بتاعي. طبعا تحاول تخليك على توزن الجايم في الاول اللي هو على ناحية عدلة. يعني تحاول كده تظبط اول جايم يكون في ناحية عدلة عشان هو اللي يظبط معاك الباب كله ما يبقاش مشربن منك. اختار ناحية تكون مظبوطة. طبعا انا اخترت ناحية العمود لان العمود طبعا ده بيبقى موزون وتمام التمام، ما ينفعش فيه اي لعب لان ده شايل البيت كله او العمارة كلها. فطبعا العمود لازم يبقى مظبوط. فانا هشتغل عليه في الاول. بعمل خلوصي مظبوط وابدا بالميزان اظبط الشغل بتاعي علشان ما ننساش الحلق اللي معانا 14 سم ونص. وتخانة الحيطة ممكن 10 سم او 9 سم. فيبقى معانا حوالي 5 سم او 4 سم ونص. بنقسمهم ازاي؟ بناخد طبعا تخانة المحارة او قيمة المحارة ورا وقيمة المحارة قدام. فظهر الحيطة بيحتاج محارة اكتر. فلو معانا 5 سم بنخلي 3 و2 سم وهكذا. تحسب الحسبة. طبعا الاسافير فكت مني، فانا ابدا اشحطها تاني. دي ناحيه الراس لازم الراس معايا تبقى ملمومه تمام التمام. وعشان خاطر الميزان بتاعي يبقى مظبوط وما احتاجش زاويه. فانا كده انت لو معاك زاويه هيكون افضل مثلا انت تحطها على الجايم والراس. لكن انت لو ظبطت الجايم بتاعك على ناحيه عدله زي ما احنا اتفقنا كده وظبطت من الميزان هيغنيك ان شاء الله عن اي حاجه كده. فانت كل اللي عليك انت تاخد بالك معايا بس كده يا كبير، وان شاء الله الحلق بتاعك يركب تمام التمام. وكمان ان شاء الله هتدعي. بعد ما شحطنا الاسافير اهو نبدا ناكد على الجايم اهو زي ما احنا شايفين كده على بطنيه الحلق الاول. ونأكد عليه لو احنا محتاجين اسفيل تحت او اسفيل فوق برضو نأكد عليه زي ما احنا اتفقنا ونظبط عليه بالميزان.
طبعا انت لو موجود في الحلق بتاعك عامل البنا كده عتبة، فالموضوع هيبقى سهل جدا عن اللي انا بعمله ده كله. الحلق اللي انا بركبه ده اصلا الحلق فيه شربنة وفيه خلوص كتير بين الحيطة وبين العمود، وفي نفس الوقت ما فيهوش عتبة. فبصراحة تعبني جدا وخد معايا وقت كتير، وحاولت بصراحة على قد ما اقدر ان انا انجز فيه عشان خاطر وقت الفيديو. ويعني ويا رب اكون كده وصلت لكم المعلومة الصحيحة لتركيب الحلق. بس كده ان هو بصراحة الحلق ده خد معايا شغل كتير، في الاخر يا رب يوصل لكم المعلومة الصح. فدي بص بعد ما ظبطنا احنا الجايم بتاعنا اهو، شايفين نقطة المية، النقطة طبعا في النص. بنأكد على بطنية الحلق كده تمام، وبعد كده برضو نفس الكلام هنأكد على جايم الحلق بعد الجيم اللي احنا ايه اتفقنا عليه. وصلنا لمرحلة التركيب الكنات. طبعا الكنة انا بربطها مسمار بورما، ممكن كنت ربطها بمسمار عادي، بس المسمار البورما لو هتربطه بمفك صليبة كده هيبقى تمام التمام، والشغل بتاعك مظبوط وعشرة على عشرة. طبعا الحلق بياخد 6 كنات، 3 يمين و3 شمال. طبعا ده على بشوقك، لو عايز تديله 4 اديله براحتك، 5 براحتك، فهم 3 كفاية، 10 على 10، واحدة تحت واحدة فوق وواحدة في النص. بأكد عليهم كده بالدراع، بخلي الدراع بتاعي يمشي كده على الحلق واشوفه بيخبط في حاجة كده في الحيطة، يعني لازم الدراع بتاعي يكون مخلص كده مفيش حاجة ايه بتخبط فيه. ولو معاك متر كده بتاخد شرب بالمتر فوق، وبعد كده بتاخد تحت. ده يكون افضل طبعا لو انت خدت خشبة كده ان انت تسمرها تحت لحد ما الحلق بتاعك ينشف. تأكد يعني على الحلق بتاعك ان هو طبعا ما يقفلش طبعا من محار وما يجي يمحر، وفي نفس الوقت الشغل بتاعك يبقى مظبوط فوق زي تحت. بشوية مية كده على الكنات، ونبدأ نكب على الكنات، وبعد كده هنبدأ نجبص الكنات بتاعتنا اهو. شوية اسمنت كده وتبدأ تجبص الكنات بتاعتك، وكده الشغل بتاعك يكون تمام التمام. طبعا انت لو محتاج تركب باب، انا عامل لك فيديو بطريقة سهلة جدا. فانا هسيب لك لينك الفيديو في الوصف لو انت حابب تطل عليه كده. ولو محتاج برضو تركب وش باب كده، لو عندك باب قديم ومحتاج تركب له وش كده عشان تجدده، برضو هسيب لك لينك الفيديو. وطبعا اتشرف بيكم لو انتوا عملتوا اشتراك في القناة طبعا، ويا رب اكون افدت حد في الفيديو. والى اللقاء في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.